تعالوا بينا نعمل البرجر مع بعض بكل سهولة من غير أي افتكاسات بطريقة سهلة جدا وطعمه حلو قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ما تنسوش تعملوا لي متابعة وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. يلا بينا. معايا هنا بقى كيلو من اللحمة، ويستحسن ان اللحمة ما يكونش فيها دهون علشان البرجر ما يكشش معايا. انا هنا البرجر بتاعي كان فيه نسبة صغيرة، فالبرجر يعني كش سنة بسيطة. هنا بقى معايا التوابل بتاعتي عبارة عن توم باودر وبصل باودر وبهارات برجر وكمان ملح وفلفل اسود. وهبتدي كده اقلبهم بايدي جامد جدا علشان لو في اي تكتلات ما تبقاش مكلكعه معايا في اللحمه. هنقلب بقى كل التوابل دي مع بعض في اللحمه كويس جدا، وبعد كده هنبتدي نشكلها مع بعض. هابتدي بقى طبعًا أجيب المكبسة بتاعتي، وابتدي كده أجيب كورة من اللحمة وأضغط كويس جدًا، وطبعًا بنبقى حاطين كيس نايلون زي ما أنتم شايفين علشان اللحمة ما تلزقش معايا، واضغط كويس جدًا علشان يدينا الشكل اللي أنتم شايفينه ده. وبعد كده بارصها في الطبق، وباحط ما بين كل برجراية كده باحط كيس نايلون علشان اللحمة ما تلزقش معايا. هاحط بقى طبعًا طبق في الفريزر وطبق تاني هاشتغل بيه. بُصّوا بقى الكيلو عمل لي كمية حلوة أوي تنفعِك بقى في أي ساندوتشات، تنفعِك في تعمليها في مكرونة مع مكرونة، يعني تعمليها في أي حاجة. في أي وقت انتِ حابة تطلّعي فيه الطبق ممكن تعمليه جنب أي أكلة. يالّا بينا كده نعرف طريقة التسوية، وإزاي بقى بنسوي البرجر بتاعنا، وإزاي نخلّيه طعمه لذيذ كده وما يتحرقش مننا. عندي هنا بقى طاسة جريل أو أي طاسة عندك ممكن تحطي فيها بقى مكعب من الزبدة وشوية من الزيت، ونبتدي كده ننزل بقى بالبرجر بتاعنا ونبتدي نسويه كويس جدا. وطبعا لازم نقلب فيه أول ما يتماسك كده علشان ما ياخدش لون واحد بس من يمة واحدة. لازم الوشين يبقى نفس اللون. بصوا هنا بقى قلبته كويس جدا وبقى مديني كده لون حلو قوي. هو ده بقى اللون المطلوب. بجد طعمه حلو قوي وريحته تجنن وكأنك جايباه من بره. طبعا زي ما قلت لكم اللحمه بتاعتي كان فيها نسبه صغيره من الدهن علشان كده هي كشت معايا شويه. انما لما تجيبي لحمه ما تخليش فيها اي دهون علشان خاطر البرجر ما يكشش منك ويبقى بنفس الحجم اللي انت عملتيه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي متابعه وتشيروا الفيديو لكل الناس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد.